هنتعلم النهاردة ازاي نربط اتنين بون مع بعض. الأول بس كان ليا طلب عندكم. أنا اليوتيوب بيظهر لي باستمرار حجم التفاعل، الناس المشتركة، كلام من ده. فبيظهر لي دايما إن الناس ما بتكملش الفيديو لغاية الآخر، يعني أول دقيقة دقيقتين، ومفيش تفاعل طبعا على الفيديوهات، ومفيش تفاعل ضعيف، يعني وفي تفاعل بس ضعيف. وأغلب الناس اللي بتتفرج حوالي 90% مش مشتركين في القناة. انا بس كنت طالب منكم يعني نصيحة تنصحوني ان انا ازاي احسن من مستوى وجودة الفيديوهات، بحيث ان هي يكون في تفاعل فيها اكتر. ايه يعني ايه عيوب الفيديو اللي بتخلي الناس ما تتفاعلش مع الفيديو، او ان هي تكمله لغاية الاخر؟ طبعا اهم حاجة ان يكون الفيديو مفيد، بيقدم حاجة للناس، لان انا اهم حاجة عندي في المحتوى بتاعي ان يكون فيه استفادة، وبقدم محتوى مفيد، مش مجرد بس ترفيه وكده. المهم نخش على المهم. هنرجع للشخصية بتاعتنا. احنا النهاردة عاوزين نعمل اتنين بون نربطهم ببعض. فهنيجي على اللاير اللي هو بتاع البون الأساسي، هنعمل لاير جديد ونرسم دايرة. احنا الفكرة ان احنا عاوزين نربط اتنين بون، اللي هما البون بتاعت اللي بتحرك العين لفوق ولتحت، والبون اللي بتحرك العين يمين وشمال، ونربط الاتنين بون دول مع بعض. طبعا انا كنت عاوز ارسم الدايرة، اعمل الدايرة دي هنستخدمها كدليل لحركة الاتنين بون مع بعض. البون المهم ترسم ليها الستروك بس من بره، مش لازم تعمل فيل او اي شكل، مش مشكله. وهنمد خطين كده يعملوا تقاطع عشان يبين لنا مركز الدايره. طبعا انا ما بمنتجش، يعني ساعات بشتغل بتحصل مني اخطاء وبرجع امسحها واعيد تاني، فما بمنتجش اللي انا بعمله يعني. طبعا برفع الستروك شويه عشان ميبقاش شكله غريب يعني. وهنعمل له نختار الاوبشن بتاعت اللاير اللي فيه الرسمه دي، ونعمله دو نوت راندر. دو نوت راندر يعني ايه؟ يعني ما تظهرهوش لما اجي اعمل راندر للفيديو، ان هو لما اجي يعني لما اجي اشتغل على الشخصيه ونعمله كرتون فعلا، ما يظهرليش الدايره دي. وطبعا البون ما بتظهرش. هنرسم اتنين بون. ونشيل المجال المغناطيسي بتاعهم. طبعا اهم حاجه واحنا بنرسم اي بون نخلي بالنا ان احنا ما نكونوش مختارين بون قبل منها، عشان ما يربطش البون دي باللي بعد منها. يعني انت لما ترسم بون وتكون مختار بون قبل منها، بيربط البون دي بدي، زي ما كنا بنرسم في البون بتاعت الجسم. فاهم حاجه وانت بترسم تعمل ادد نيو بون، ما تكونش مختار، تبقى عامل ان سيلكت لاي بون تانية. رسمنا الاتنين بون. طبعا هنحاول يعني من ضمن الحاجات اللي احنا المهمه ان احنا نعملها هنا، البون هنقلل الزاويه بتاعتها لسالب 30 و30، هنقلل المجال يعني بتاع الزاويه من الاوبشن بتاعت البون. وبنعمل شو ليبل عشان انا بعرف البون اللي انا هشتغل عليها دي اسمها ايه، عشان لما اجي اربطها ببون تانية ابقى انا عارف اتعامل معاها. هنعمل في الاكشن، هنعمله نيو اكشن للبون اللي هي بي 28. وهنيجي عند الثانية اللاير مش اللاير، اللاير 30. هنحرك البون بتاعة العين لفوق، ونحرك البون بتاعتنا لفوق. بعد كده هنيجي عند الفريم 60، ونحرك البون الأقصى لتحت. هشرحها لكم تاني في البون التانية اللي هي بي 29. هنعمل نيو أكشن عند الفريم 30، هنحركها الأقصى اليسار، ونحرك البون بتاعة العين للشمال. وبعد كده نحركها لليمين عند الفريم 60، ونحرك النني لليمين. كده بقت كل بون مربوطة بالبون التانية. يعني البون اللي هي 29 مربوطة بالبون بتاعت حركة يمين وشمال، والبون 28 مربوطة باللي فوق وتحت. هنرسم بون جديدة، بس مش هنمد خط، هنعملها نقطة بس، يعني مجرد ضغطة واحدة في النص البتاع. هنشيل المجال المغناطيسي بتاعها. طبعا أنا لما رسمت البون هنا غلطت غلطة، كنت مختار البون رقم 29 وأنا برسمها، فهتلاقوا إن هي مربوطة بيها.
في ربط بالبون التانية، لما شفت هي مربوطة بحاجة. طبعا دي لما تيجي تتحرك هتتحرك مع دي. رسمتها تاني وشلت المجال. بعد كده هنختار البون 28. دي هنعمل شو ليبل بتاعها عشان نبقى عارفين دي بون 30 اللي احنا رسمناها جديدة. هنربطه بون 28، نعمله التارجت بتاعها بون 30. وبون 29 نعمله التارجت بتاعها بردك بون 30. فكده ربطنا بون 28 و29 30. لما نيجي نحرك دي، بصوا العين، طبعا هي الدايرة دي دليل بتبين لي هي النني المفروض فين. طبعا ده بيسهل علينا الحركة جامد أثناء اللي احنا بنعمل انيميشن نفسه. بتسهل حركة نني العين.